لو كل معلوماتك عن سيرم مضاد الاكسده هو فيتامين سي وبس، يبقى انت فايتك مواد تحفه تانية كتير واخف واحن على البشره من فيتامين سي، خصوصا لو بشرتك مش من النوع اللي مناسبها فيتامين سي. واولهم ماده النياسيناميد اللي من اول ما ظهرت وهي محطوطه في قالب تصغير المسام الواسعه والتحكم في افراز الدهون، مع انها جوكر مضادات الاكسده كلهم، بل ان النياسيناميد هو المحفز الاساسي لانتاج مركب النات بي اتش اللي موجود طبيعي جوه جلدنا، والمركب ده هو اصلا مخزن مضادات الاكسده الطبيعيه اللي موجوده بشكل طبيعي جدا جوه خلايانا. فلما بنستخدم سيرم النياسيناميد الخلايا انها تمنع التاكسد الناتج عن الشمس والحراره والتلوث، ومن غير ما يطلع لنا اي حبوب، بالعكس ده كمان بيتحكم في ظهور الحبوب في البشره. وسعي اختياراتك في منتجات السكين كير، ومش معنى خالص ان في ماده ما طلعتش مناسبه لبشرتك لحل مشكله معينه يبقى ما فيش حل للمشكله دي خالص. كل ماده وليها بديل احن واخف على البشره. تابعي الفيديو هنا علشان نفهم كيمياء بشرتنا صح ونوفر فلوسنا.